لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون. قوله لما هذه شرطية، وصار المتمسكون هذا الجواب. يقول لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، بعد أن أخبر اليهود على 71 والنصارى على 72، صارت هذه الأمة كم؟ 73، لأن 72 منها 71 ستكون على طريق اليهود أو النصارى، وكلا الطريقين باطل. بقي الطريق الزائد وهو 73. كل هذه الفرق ضالة كلها في النار، لأن منهم من يتبع اليهود ولو في بعض أعمالهم، ومنهم من يتبع النصارى كم؟ 72 فرقة، واليهود 71 فرقة، بقي 73 فرقة ليس على الهدى من هذه الفرق إلا واحدة، و72 و71 كلها ضالة. هذه الفرق هل هي موجودة الآن أو لا؟ حاول بعض العلماء رحمهم الله أن يجعلوها موجودة، فأتوا بأصولها: الجهمية، المعتزلة، الأشعرية، الماتريدية وما أشبه ذلك، أتوا بأصولها ثم قسموا هذه الأصول إلى فرق حتى أتموا 73، لكن على شيء من التكلف. يريدون أن يوجدوا هذه الفرق بكل حال، ولكن نقول هذا فيه نظر، لأن هذه الفرق يجوز أن تكون هي المرادة، ويجوز أن يكون هناك فرق أخرى لم تأتي بعد، أليس كذلك؟ إذن نقول هذه الأمة منذ بعث الرسول إلى أن تقوم الساعة ستفترق ولا بد على 73 فرقة، ولا حاجة إلى أن نحاول عدها في من وجد اليوم، مع أن هذه الفرق التي عدها كالسفارين وغيره تجد أن الفرقة تختلف عن الفرقة بمسألة واحدة، وهذا لا يعد تفرقا. فلذلك نرى أن هذه الفرق ليست موجودة الآن، ولكنها ستوجد منذ بعث الرسول إلى قيام الساعة، ولا ندري ماذا يحدث، ما ندري. وكما تعلمون الآن تظهر مبادئ ممن ينتسبون إلى الإسلام كلها منكرة لا تقبل، وبعضها لم يوجد فيما سبق، وإن كان أصل الضلال موجود فيما سبق. يقول المؤلف رحمه الله: كلها في النار إلا واحدة. ساق الحديث هكذا: كلها في النار. هل هذا يقتضي أن جميعها مخلد في النار؟ الجواب: ظاهر الحديث هكذا، ولكن المراد والله أعلم كلها في النار، أي كلها تعمل بعمل أهل النار، ولا يلزم أن تكون طرقها كلها كفرا، لا يلزم. قال: وهي الجماعة. المراد بالجماعة هنا القوم المجتمعون على الكتاب والسنة. وفي حديث عنها أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم أعنا على هذا من أصعب ما يكون، أن يكون الإنسان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا سيما إذا قلنا لابد أن تكون طائفة ففيه صعوبة، لكن لا بد أن يبقى في هذه الأمة طائفة منصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم.